تعالوا نعمل الفتة عشان خاطر الفتة دي مش هينفع تستغني عنها في العيد، لازم تتعمل في العيد. واللحمة دي اللي عملناها مع بعض الفيديو اللي فات اهو. تعالوا بقى نعمل النهارده الفتة. اول حاجة معايا عيش بلدي بقطعه، تقطعيه بالسكينة او تقصيه بمقص، المهم تقطعيه مربعات زي ما أنتِ شايفة كده، ممكن تقصيه بالمقص أو تقطعيه بالسكينة. وبعدين باجيب صينية وباحط فيها العيش اللي أنا قطعته، وباضيف عليها معلقتين 3 زبدة كده سايحة أو سمنة، باعملها بالعيش عشان تخلّي العيش طعمه حلو بعد ما يتحمص، وحطيته في الفرن يتحمص. وبعدين معلقة زيت ومكعبين زبدة، وبانزل بمعلقة توم كبيرة زي ما أنتم شايفين. أول ما تحمر بانزل بربع كوباية خل، دي هاعمل الدقة والصلصة. باخد بقى من الدقة دي على الشوربة، الشوربة دي أنا سالقة فيها حتتين لحمة ضاني أهو، عشان دي اللي هاعمل بيها الفتة. وباقي الدقة بانزل عليها بعصير كيلو طماطم أنا عصراه ومصفياه، وبعدين نُص معلقة بابريكا صغيرة، وملح حسب ما تاخد، ما بنزوّدش توابل خالص، ومعلقة سكر أهو، معلقة سكر عشان حموضة الطماطم. وبعدين باجي أعمل الرز، مكعبين زبدة ومعلقة زيت، وبانزل بنُص كيلو رز، وباقلّب فيه لحد ما يسخن معاك ويتفلفل كده. وبعدين باضيف الشوربة أو المَيّة، كل كوباية رز عليها كوبايتين مَيّة، وباتبّل ملح وفلفل وخلاص على كده باغطّي عليه. أول ما يتشرّب باوطّي عليه واسيبه لحد ما يتشرّب خالص ويستوي. والعيش أهو اتحمّص، باحط بقى باعمل بقى طبق الفتة، باحط العيش وبعدين باحط عليه شوربة أهو، الشوربة اللي أنا مجهزاها. وباحط الرز، الرز أهو مفلفل معانا وزي الفل. وبعدين الصلصة اللي إحنا عملناها أهو. واعملي بقى طبق الفتة زي ما أنتِ تحبي، تحطيها زي ما أنتِ تحبي، الصلصة بقى زي ما أنتِ تحبي، تعملي لها شكل كده حلو أوي. وبعدين بترصي عليها بقى اللحمة، اللحمة دي عملتها معاكم الفيديو اللي فات، شويناها من غير شواية ومن غير ما نسيبها بالساعات في التتبيلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم.